السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم حبايب المتابعين. أهلا وسهلا بكل المتابعين الجدد اللي بيشوفوا فيديوهاتي لأول مرة. أتمنى هيك تعملوا لايك، لا تنسوا اللايك يا جماعة، لا تنسوا تشيروا القناة والفيديوهات. اليوم إن شاء الله رح نعمل فخد الحبش، طريقة كتير حلوة وكتير طيبة. وإن شاء الله رح أحط لكم طريقتين للتقديم لها، اللي هي الطريقة اللي أنا رح أطبخها فيها، وكمان طريقة تانية برضو صورتها ورح أدمج لكم إياها بآخر الفيديو. اول اشي مثل ما انتم شايفين غسلناه بخل وليمون وظبطناه وفتحناه كمان، وهجيت رح نحضر التتبيله. رح اجيب صحن فاضي هيك مثل ما انتم شايفين، رح اجيب لبن والتوابل اللي موجوده عندي اللي هي دجاج باربيكيو، 7 بهارات كتير طيبه، ال7 بهارات بالاكل، لبن، الهيل، فلفل اسود وكمون، خل، دبس الرمان، ملح وزيت زيتون. رح نحط كميات شوي هيك مش متعادلة طبعا. اول اشي رح نحط من اللي هو الباربيكيو، رح نحط معلقة، والتانية والتالتة، يعني نص مش 3. 7 بهارات بحط منها معلقتين. كتير طيبة يا جماعة. أنا بحب ال7 بهارات أستخدمها في المشاوي وفي اللحوم، يعني بشكل عام الجناحين، الدجاج اللي بدي أشويه وهيك. حطينا اللي هو فلفل أسود وكمون. بدنا نحط كمان نص معلقة هيل مطحون. الهيل كمان بيعطي نكهة كتير طيبة. لو عندكم وحابين بصل بودرة وتوم بودرة كمان عادي، بس أنا ما حبيت إنه أضيف، لأنه حبيت أحط اللي هو بصل وتوم فريش. بنحط شوية لبن، دبس الرمان. بعد ما حطينا الملح، طبعا الملح حسب ما بتحبوا، إذا بتحبوا الملح طالع أو لا. زيت زيتون وخل عنب. طبعا الخل يا جماعة كتير طيب، بيطر اللحمة. بنعرف احنا لحمة الحبش بتاخد وقت لما تستوي، فلما نضيف الخل عليها بيعطيها طراوة وبيسرع في استوائها. تمام، ما كترنا، رح ناخد معلقة صغيرة بس. واخر اشي رح نضيف اللي هو دبس الرمان، ورح نعمل الخلطة مع بعض هيك، نحرك كل التوابل مع بعض ونبلش فيهم بعد هيك في دهنا للفخدة. هيك بعد ما حركنا التوابل كلها مع بعض وعملنا خلطة اللي هي التتبيلة اللي راح نتبل فيها الفخد، خليناها هيك. بس اهم اشي انه تخلطوها كتير منيح عشان اللي هو دبس الرمان هيك ما يضل مكتول وهيك. بعد ما خلصنا راح نجيب الفخد، غسلناه كتير منيح عن الخل وعن الليمون، وراح نحاول كمان انه احنا نعمل فيه شوية فتحات هيك. تمام، احنا هيك لما تحبوا تحسوا حالكم مغلولين على حدا، قطوا هيك في الفخد وكأنكم بتطعنوا فيه. المهم، لا تنسوا الصلاة على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. تكونوش وحشيين يا جماعة، بالراحة على الفخد، يعني مش زي هيك، حرام. المهم بعد ما طعناه هيك، رح ننزل بالتتبيلة عليه من برا، ورح نحاول انه احنا بالفتحات يلي عملناها باصبعي هيك، رح ادخل اللي هي التوابل. رح احاول انه انا ادخل التوابل جوا الفتحات اللي عملناها لحتى تعطيه نكهة كتير طيبة. رح نتبله، بنخلصه بنرجع لكم. بعد ما تبلناه وخلصنا من برا ومن جوا ودخلنا بالفتحات اللي هو التتبيلة، راح نحطه اللي هو بالكيس الحراري ان شاء الله. بعد هذا الفيديو بإذن الله
هيك بشوية او برمضان رح انزل لكم طريقة تانية لعمل الفخذ برضو كتير كتير طيبة ورح تحبوها كمان مثل هاي واكتر. مثل ما شفتوا بالكيس الحراري حطيت بصل وبطاطا فرمتهم هيك وممكن ترموا كمان توم، بس انا زوجي ما بيحب التوم كتير فما حطيت توم، مع انه ما بناكلها كتير بس انه كنكهة. بعد هيك حطيناه بالطنجرة وسبناه تقريبا ساعتين او ساعة ونص لحديت ما استوى وداب معنا على الاخر. هذا هيك شكله النهائي بعد ما طلعناه من الكيس الحراري. للأمانة كتير كتير طيب. طبعا لما تيجي تحطوه بالطنجرة على الغاز ممكن انه تحطوه بصينية نفس الطريقة وتدخلوه الفرن على حسب رغبتكم. وممكن كمان انه تعملوه زي هيك، بس الطنجرة ما بيكون فيها مي ولا اشي، فاضية، وبتعملوه بتوطوه على الاخر الغاز. قدمناه مثل ما انتم شايفين، حطينا البطاطا والبصل اللي كانت معه بصحن وسلطة ملفوف وحمص ولبن واكلناه بالخبز. كتير كتير طيب. ممكن لو بدكم تقدموه مع رز عادي بتقدموه. آه، للأمانة يا جماعة كتير كتير طيب. آخر الفيديو راح أحط لكم صورة للطريقة الثانية اللي إن شاء الله لو حابين إنه أعمل لكم إياها اكتبوا لي بالكومنتات وإن شاء الله راح نعملها مع بعض. بس لا تنسوا يا جماعة اللايك، لا تنسوا دعوة حلوة هيك مثلكم، واستنونا في فيديوهات تانية أكتر. وبالله عليكم ضلوا على طول هيك مستمرين معنا وبدعمنا. بحبكم كتير والله يوفقني ويوفقكم إن شاء الله. هاي الطريقة الثانية إن شاء الله راح أنزل لكم طريقتها بأقرب وقت. سلام عليكم.